أنا جعانة قوي. طب الناس تسلم الأول وبعد كده تقول إنها جعانة. صح، معاكي حق. تعالي هاتي حضن. عندي شغل كتير جدا جدا عشان الأوبن داي، وكمان هطلع لايف كمان ساعتين، فمفيش وقت أضيعه. حاضر يا نورة. شكلك متضايق. حصل موقف مش لطيف النهاردة. إيه اللي حصل؟ زي ما انتي عارفة إني قلقانة على نور، فكنت بفتش في أوضته أنا وباباكي، وللأسف نور دخل علينا. طب انتوا ازاي تفتشوا في اوضته من غير ما يعرف؟ مش انتي اللي معلماني الخصوصية؟ ولا نسيتي عملتي ايه ساعة موضوع يارا؟ هو كل واحد فيكم يقول لي موضوع يارا موضوع يارا، وبعدين ثانية واحدة، إيه اللي ممكن تكونوا مخبيينه في أوضكم وأنا ممنوع أشوفه؟ انا ما اقصدش، بس كان المفروض تتكلمي معاه. أهو اللي حصل. وصلتي بقى الحاجة في الآخر؟ للأسف لأ، شكله مستلف المعدات من صحابه فعلاً. طب هو فين دلوقتي؟ قاعد مع جدتك من ساعتها. انا هبقى اتكلم معاه وهفهمه وجهة نظرك، بس يا رب يقتنع. بكرة يا بنتي تكبروا وتفهموا. لا ماما، مفيش وقت للدراما دي خالص. انا رايحة اكمل تحضير حاجتي. ها؟ يعني مفيش أي طريقة يا دكتور أقدر أعرف بيها إذا كان يوسف هيحتاج العملية قبل سنة ولا لأ؟ الحقيقة أنا مستغرب إنك مستعجلة. إياس سمع الكمبيوتر ده يا أستاذة رضوى هيعرفنا حالة تحسن ابنك في كل جلسة، ولو استنينا سنة مش مشكلة. كل ده في سبيل إن يوسف يبقى أحسن، ومش بس ما يحتاجش عملية، ده حتى السماعة ممكن ما نحتاجهاش. أنا بس مش حابة أتعشم وفي الآخر بعد ما أضيع سنة كاملة يوسف يكون محتاج عملية. الوقت لسه معانا ويوسف لسه صغير. تفائلي يا أستاذة رضوى، وأحب أبشرك في أطفال كتير محتاجوش ولا سماعات ولا عمليات خلال ال3 سنين اللي فاتت، وحالتهم كانت زي حالة يوسف بالظبط، وتحسنهم ده عمرنا ما كنا هنعرفه من غير الجهاز. إن شاء الله يا دكتور، أنا متفائلة. شكراً جداً وأسفة إني بتعبك. يا يوسف بتعمل إيه؟ وريني كده. ازيك يا ميس؟ انا في حاجة بس بسيطة عايزة ازودها في الرسمة. هروح المدرسة اعملها دلوقتي. ماشي يا فنان، ربنا يوفقك.